الثياب وأعراني وأفردني وأوضعوني على الألواح طرحا وصار فوقي خليل الماء ينظفني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وألبسوني ثيابا لا كمام لها وصار زادي حنوط حين حنطني وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نظم المكتب المحلي لودادية موظفي العدل بالعيون حفل تأبين فقداء كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعيون ومحكمة الاستئناف بالعيون، وذلك تعبيرا لهم عن وفائهم ومدى إخلاصهم بحكم وتوطيد أواسر العلاقة ما بين أسرة العدالة. بشار رامي، النائب الأول لرئيس ودادية موظفي العدل. أسرة العدالة اليوم بمحكمة الاستئناف قامت بحفل التأبين وفاء لفقداء كتابة الضبط. اشتغلوا معنا في الإدارة القضائية، كانوا ينجوا مقاربة 80% من العملية القضائية وفاء لروحهم ولروح من سبقهم. احتفلنا بهم اليوم وأبناهم. كنا نتمنى أن يطيل الله بهم العمر، لكن ما شاء الله فعل. زرعنا شجرة وفاء محبة لهم، نتمنى وستثمر بإذن الله، ستكون صدقة جارية لهم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نتوجه في البداية بالشكر إلى جميع كل من ساهم في هذا التأبين لفقداء وشهداء كتابة الضبط الذين وافتهم المنية أثناء في فترة عملهم بمحكمة الاستئناف بمدينة العيون، كلا بصفته. من خلاله قمنا باستحضار جميع الذكريات الحسنة عن هؤلاء الموظفين الذين أبانوا عن فترة عمل جيدة، ومن خلالها كانت تقضى حوائج كل المتقاضين على أيديهم. لم يبخلوا جهدهم ولا عملهم، ولم يبخلوا أي من وقت انشغالاتهم إلا لصالح العام. فمن خلال هذا التأبين نحييهم ونستذكرهم بالحسنات وبأعمالهم الحسنة.